محرك جبار، بيدال داكسيليغاتور رياكتيف كتفاعل معاك في الحين، والكونفور فيها استثنائي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في عالم السيارات اوتو نيوز ماغازين. عشاق التميز، عشاق سيارات صلبة، سيارات سويدية المتميزة من العلامة فولفو. طبعا اليوم احنا في مدينة الرباط، شوفوا معايا المناظر الجميلة. الرباط الجميل عاصمة المملكة المغربية الحبيبة. اليوم غنقدموا لكم سيارة فولفو موديل 2019 ماشية 130 ألف كيلومتر، موتوريزاسيون دي 4 ديزل 8 الخيل، 1500 درهم في الضريبة السنوية، ثمنها 31 مليون نيغوسيابل. مرحبا بالجميع. السيارة ديال اليوم فولفو اس 90 برلين دولوكس متميزة. شوفوا معايا التصميم ديالها كيفاش جا داير، تصميم انسيابي، تصميم فخم، هيبة بالدارجة ديالنا حنا. اللون الاسود الفعل جا عليها رائع. شوفوا معايا الواجهة الامامية قداش جات طويلة وكبيرة، عندي اضاءات تقنية الليد متطورة وماتريكس كتقاد على حساب القيادة وعلى حساب العجلات والانعطاف ديالهم. طبعا عندي غطاء محرك بحجم اللي هو كبير، عليه خطوط رياضية كتساعد في تحسين الداون فورس ديال السيارة وتوزيع الهواء. عندي حساسات امامية منتشرة على السيارة باش كتساعدني اثناء الاصطفاف، وكذلك عندي هذا الحساس هذا في هذه البلاصة. كنعرف ان السيارة فيها اصطفاف تلقائي كتبلاصي راسها. نعم، السيارة كتبلاصي راسها. شوفوا معايا الواجهة الامامية هجومية، الشبك امامي محاط باللمسات الكرومية وشعار فولفو في الوسط مهيب كيف كنقولوا. وعندي كاميرا امامية في السيارة. طبعا العلامة السويدية ما اقتصرتش فقط على كاميرا واحدة، السيارة على كاميرا امامية وكاميرات جانبية وكاميرا خلفية كيعطيوني رؤية محيطة 360 درجة باش كتوريني مسار السيارة خصوصا اثناء الاصطفاف. الجنوط الومنيوم بمقاس كبير، مقاس ديالها 18 بوصه، راكبه على اطارات 245 بنوات باقيين جداد. شوفوا معايا لا كوب ديال السياره من الجنب، هي البرلين دولوكس استثنائيه. عندي زجاج محاط باللمسات الكروميه، لي ريتروفيزور كيتجمعوا عندي كهربائيا كيف كتشوفوا، وكيتفتحوا عندي كهربائيا مجرد ما كنفتح السياره. طبعا السياره على فتحه سقف كتعطيني جو خرافي وقياده ممتعه. كيف قلت انا السياره على كاميرات جانبيه وكتدعم خاصيه الدخول والخروج بدون مفتاح، والداخليه ديالها هي اللي بهراتني غنجيو ليها لاحقا. شوفوا التصميم الخلفي، واحد لاكوب اللي هي خطيره. يا سلام على فولفو. طبعا هادو سيارات هادو عندهم مالهم كيف كنقولوا، فولفو اس 90 هادو علامات او شركات ما كيعرف قيمتها غير اللي جربها. فكنقول لكم جيو جربوا هاد العلامه راه ما غتندموش. طبعا التصميم الخلفي عندي هاد الاضاءات بهذا الحجم كبير، كتابه اس 90، وعندي الديكات في هذا المكان. طبعا سياره برلين، عندي بارشوك في حساسات خلفيه وبكل تاكيد كاميرا خلفيه مع جوج مخارج عادم. كوفر ديال السياره كوفر اللي غيبهرنا بحجم اللي هو كبير بزاف، والحموله ما غتشكلش عائق بتاتا. بالنسبه لهاد السياره شكون كياخذوها الناس الانيقه، الناس اللي كتعجبهم الفخامه والتميز، رب اسره او شاب كيبغي سياره فخمه وكيدير الطريق، هاد السياره هي ديالو. مرحبا بالجميع. الكوفر ديالها كيتفتح عندي، هادو هما المفاتيح ديال السياره، مفاتيح علامه سويديه فولفو. كتلاحظوا كتدعم الاغلاق، الفتح وفتح الكوفر ديال السياره اللي كيتفتح عندي فقط بضغطه زر من الريموت كنترول. الحجم ديالو كبير بزاف، شوفوا معايا. يا سلام على حجم الحموله. عندي ان بلونشي تحته عجل الاحتياط مع العده ديالو. وبالنسبه للسياره ما عليهاش ملاحظات بتاتا، الاغلاق فهو يدوي سهل جدا. هاد السياره هذه ما عليهاش ملاحظات بتاتا، الصباغه ديالها ديال الوكاله وخاليه من الحوادث. مرحبا بالجميع، الله يسخر الجميع. شوفوا معايا نظام صوتي واصل عندي للخلف، شي حاجه اللي استثنائيه وخاصه. عندي اونتين روكان. نشوفوا الداخليه دابا في الخلف فين غيجلسوا الوليدات والاصدقاء وافراد العائله والاسره. عندي هنايا استعمال مواد جيده، تخشيبات فخمه، لمسات فضيه، مقابض فتح الباب. شوف كيفاش مخدومه، شوف شي حاجه اللي هي زعما ما كنلقاوهاش في العلامات المنافسه. وهنا عندي نظام صوتي تويتر وباص في الاسفل. هنا شوفوا معايا الباب، عندي استعمال الجلد اللي هو شنقول لكم، واحد الجلد اللي هو فخم، الملمس ديالو جيد جدا وجميل. عندي تطريزات وعندي زجاج اللي هو جانب تحكم كهربائي.
البطونه ديال التحكم الكهربائي ما جاتش بلاستيكيه، جات من البيانو بلاك، شي حاجه استثنائيه باش دائما كيعطيوك داك الملمس الفخم. مقاعد الخلفيه مقاعد بحجم اللي هو كبير، مساحه الارجل جيده. هذا الامر راجع لقاعده العجلات اللي هي شاسعه وجينيروز. عندي استعمال موكيت ذو جوده عاليه، مراتب الصف الثاني مراتب فخمه، الملمس والحشوه ديالها جيده وباقا نظيفه. هاد السياره ما كان حتى واحد يجلس في الخلف. عندي تثبيت ايزوفيكس بالنسبه للاطفال الصغار، وبكل تاكيد مسند وسطي مع مكان للتخزين في هذا المكان ودي زيسباس دو رونجمون. هنا كذلك عندي حاملات اكواب. يلا سيدي تبرع، مرحبا. ها السياره متوفره ب 31 مليون نيغوسيابل. شوفوا معايا، عندي وصول تكييف الى مراتب الصف الثاني. طبعا السياره عليها 4 لي زون. كيفاش 4 لي زون؟ يعني السياره مثلا كيجلسوا 4 الاشخاص، كل واحد كيقدر يتحكم في التكييف ديالو الحراره اللي بغا على حساب الرغبه ديالو. شوفوا معايا شي حاجه استثنائيه وخاصه. عندي شبكه هنايا، والمقاعد بالفعل مقاعد جيده وباقا نظيفه، الطوموبيل باقا جديده بزاف. نجيو الحين للامام. يا سلام، سياره استثنائيه وخاصه، باقا نظيفه ما شاء الله. اللي غيدات السياره ما يصرف عليها ريال. طبعا المرايه جات بحجم كبير، فيها النقطه العمياء تحذير البلايند سبوت او النقطه العمياء. طبعا المواد الاماميه نفس الخلفيه، فخمه متميزه استثنائيه، كتعيشك تجربه قياده خاصه. مقاعد الاماميه السياره كهربائيه بجوج لي ميموار، ها هي وحده تحكم كهربائيه كيف كتلاحظوا مع دعم القطنيه. مقاعد فخمه كهربائيه، خصوصا هذا اللون، هذا لون متميز، اللون اللي كيفتح النفس. فالحين طلعوا السياره ونكتشفوها. عندي مخارج تكييف عديده، نكتشفوا السياره الحين من الامام. طبعا هذه السياره كتدعم خاصيه الدخول والخروج بدون مفتاح، وخاصيه التشغيل عن طريق الزر. الداخليه ديالها متميزه بكل تاكيد. عندي عجله قياده جلديه ملتي فونكسيون، كنقدر نتحكم في اعدادات عديده. فنشغلوا السياره ونكتشفوها. بالنسبه للتشغيل كنضغطوا على المكابح او الفرامل وكنشغلوا على هذا الشكل هذا. السياره كتشتغل معايا روعه 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 سويديه. سياره عليها لافيشاج تيت هوت او الهيد اب ديسبلاي. شوفوا معايا الكوكبيت ديجيتال. عندي على اليمين على اليسار عفوا السرعه، وعندي عدد دورات المحرك على اليمين. طبعا سياره ماشيه 139 الف كيلومتر. عندي هنايا وحدات تحكم في نظام الترفيه وفي الشاشه الوسطيه. عجله قياده جلديه خفيفه وكتحس بها كتبراكي. السياره كتحس بها بالفعل كتبراكي بكل سهوله. شوفوا هنايا الشاشه الوسطيه، يا سلام، شاشه متميزه. الشاشه جات بحجم اللي هو واقفه، فيها اعدادات عديده كنقدر نغير بيناتهم. كنقدر ندوز بزاف الاعدادات كتطلع لي لا كونسوماسيون. السياره كتاكل 6.9 اقتصاديه، مخارج تكييف فيها كبيره، وعندي استعمال تخشيبات اللي هي فخمه ورائعه. هنا عندي ناقل الحركه اللي هو اوتوماتيكي، كنقدر ندير الاير. شوفوا معايا السياره عليها كاميرات محيطه، كنقدر نشوف الكاميرا ديال اليمين، كنقدر نرجع عاود لا في 360، كنشوف الكاميرا الاماميه الا لاحظتوا، كنعاود نرجع كنشوف الكاميرا الخلفيه. يعني مواصفات فخمه، والجوده الشاشه والنقاوه ديالها يعني شي حاجه اللي هي استثنائيه وخاصه. عندي هنا وحده التحكم في التكييف. عندي هنايا كيف كتشوفوا دي جيفراج، بزاف المواصفات الجميله والرائعه. هنا كذلك كيف كتلاحظوا عندي مكان للتخزين في هذه البلاصه. ناقل الحركه البومو فخم جلدي، والتخشيبات في هذا المكان شي حاجه اللي هي خاصه واستثنائيه. طبعا عندي هنايا زر التشغيل، كنقدر نسكت الطوموبيل بهذا الشكل هذا وكتسكت معايا. عندي الهاند بريك كهربائي اوتو هولد، وهنا عندي هذه مساحه التخزين كتقدر نخبيها على هذا الشكل. فيها كيف كتشوفوا كنقدر نخبي بزاف الامور، حامله الاكواب والولاعه. طبعا مفاتيح السياره فخمه وجميله. وعندي في هذا المكان كيف كتلاحظوا مسند وسطي تحته مكان للتخزين. مواصفات حديثه وفخمه. سياره فولفو، مرايه وسطيه، ريتروفيزور بدون اطار، كيدعم خاصيه التعتيم التلقائي، وعندي سقف كيعطيني جو خاص. وبالنسبه لو سير دو بافيون جاب اللون الاسود. فمن بعد ما شفنا السياره الحين من الامام نشوفوا المحرك ديالها الحين. نتكلموا على المحرك ديال السياره. محرك طبعا 8 الخيل ضريبي. السياره كتخلص 1500 درهم في الضريبه السنويه، كيولد ليا قوه 190 حصان سيدي، وعزم دوران كيفوت 400 نيوتن متر، مربوط بناقل حركه اوتوماتيكي سريع في التبديل، اقتصادي في استهلاك البنزين. شوفوا معايا النظافه ديال غرفه المحرك. السياره باقا نظيفه. والسيارات فولفو فهما سيارات اعتماديه. بزاف الناس كتتكلم على قطع الغيار، بالفعل قطع الغيار ساوي الثمن. كل السيارات الحديثه قطع الغيار ديالهم غالي، ولكن هذه السياره راه قليل فاش كطيحهم بان. شوفوا معايا النظافه ديال غرفه الاحتراق، غرفه المحرك.
سياره مازوت ما كتاكل والو، الا كلات كتاكل 7 يطرو وسط المدينه. هنا عندي لي فيران وعندي موكيت اللي كيعزل الحراره والضوضاء داخل المركبه. فنذكركم بمعلومات السياره: فولفو اس 90 موديل 2019، ماشيه 130 الف كيلومتر، ثمن 31 مليون. فيها مواصفات، كل مواصفات الامن والسلامه، كتبلاصي راسها، كاميرا 360، رادار في الامام وفي الخلف، وعندي نظام محافظه على السياره داخل